رسميا النادي المصري بيعبر الاتحاد الليبي بثنائيه. احرز اهداف النادي المصري عبد الرحيم دغموم ومحمود حماده، وبكده النادي المصري بيصعد لدور المجموعات من بطوله كاس الكونفدراليه. الف مليون مبروك لكل جمهور النادي المصري. الشوط الاول اداء لاعبي النادي المصري ما كانش احسن حاجه، ولكن يعني نقدر نقول الحسنه الوحيده هي الهدف اللي سجله عبد الرحيم دغموم. عايزين نتكلم فنيات ولا عايزين نتكلم في اداء ولا عايزين نتكلم في اي حاجه ولا نقيم لعيبه. كل اللي احنا عايزينه واللي مبسوطين بيه هو صعود النادي المصري لدور المجموعات. فكره ان انت بتلاعب الاتحاد الليبي وللاسف انت اكيد خايف يدخل فيك هدف لان هيصعب الامور. الحمد لله على الفوز، وخلي كل جمهور بورسعيد يفرح. الحقيقه سعاده والواحد مبسوط جدا لاي نادي شعبي بيقدر ان هو يكمل ويصعد لاي دور في المجموعات. بسم الله ما شاء الله. الحقيقه النادي المصري ماشي بخطى ثابته في الكونفدراليه. نامل باذن الله ان هم يكملوا على نفس الاداء والمستوى في دور المجموعات. كمان مش عايزين ننسى ان احنا نحيي جمهور بورسعيد اللي قدر ان هو يسافر ويروح يشجع ورا فريقه. جمهور واحتفالات الحقيقه وتشجيع من نار. كل امنياتنا بالتوفيق للنادي المصري ان هو يستمر باذن الله ويوصل لابعد دور في بطوله الكونفدراليه. يوم سعيد جدا بتعيشه بورسعيد، وطبعا اكيد من اسماعيليه بنحب بورسعيد. النهايه بقى بنقول لك ما تنساش تدوس لايك وتعمل فولو للصفحه وتصلي على حبيبك النبي.